السلام عليكم اخواني واخواتي الكرام على قناة مدونة عرب برو. ان شاء الله في الفيديو ده هنشرح مع بعض طريقة تغيير رقم الواي فاي. الطريقة سهلة وبسيطة. طبعا في ناس كتير نفسها تعمل الطريقة بس مش عارفة. ان شاء الله هنقدر مع بعض نغير رقم السري بكل سهولة. اول حاجة هنعملها هنفتح المتصفح وهنيجي في شريط المهام من فوق وهنكتب 192.168 دوت 1.1. وبعد كده هنضغط انتر. هتظهر لنا الصفحة الرئيسية بتاعت شركة تي داتا. هيطلب مننا اليوزر نيم والباسورد. هنكتب في اليوزر نيم ادمن وفي الباسورد ادمن. طبعا الراوتر لما يكون جديد بيبقى ادمن وادمن، ممكن نغيره احنا بعد كده، هنتعلم ازاي نغيره دلوقتي. بعد ما كتبنا في اليوزر نيم ادمن وفي الباسورد ادمن هنضغط على لوجن. هتظهر لنا الصفحة الرئيسية بتاعة الراوتر بتاعتنا. هنيجي بعد كده هنختار بيسك. بعد ما اخترنا بيسك هنختار دبليو لان. بعد كده يظهر لنا الصفحة دي. هنا اسم الواي فاي بتاعنا اللي هو ال SSID. هنا نكتب اسم الشبكة بتاعتنا زي ما احنا عاوزين. في الخانة اللي تحتها دي ده عدد الأجهزة المتصلة على الشبكة، ممكن تعملها 1 2 3 زي ما انت عاوز. اللي انت محتاج اللي هو يتصل مع بعض الماكسيمين. هنيجي تحت عند السكيورتي نظام الحماية. هنختار النظام ده اللي هو WPA. ده يعتبر أقوى نظام حماية. المربع اللي تحته ده هيكون الباسورد بتاعنا. هنكتب فيه الباسورد اللي احنا عاوزين نغيره. بعد كده نضغط على سيب مات، وبكده نكون غيرنا الرقم السري بتاع الواي فاي. هنيجي بعد كده لو محتاجين نغير الرقم السري او اليوزر نيم بتاع الراوتر نفسه هنختار الاختيار اللي تحت ده. هتظهر لنا الشاشة دي. هنكتب فوق اليوزر نيم، هنخليه ادمن. في الخانة اللي تحتها دي هنكتب الباسورد القديم. في المربع اللي تحت هنكتب الباسورد الجديد. المربع اللي تحته هنأكد الباسورد الجديد. هيبان لنا هنا اللون الأخضر. هنا بيقولك الرقم السري قوي. بعد كده هنضغط على سيبمات. هيخرج من الراوتر. هنحتاج ندخل الرقم السري واليوزر نيم الجداد. وهنضغط انتر. هيدخل معانا بالشكل ده.
وبكده نكون اتعلمنا ازاي نغير الرقم السري بتاع الواي فاي والرقم السري بتاع الراوتر. اتمنى اكون وصلت المعلومة صح. لا تنسوا عمل لايك ومشاركة للمعلومة، ولا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس. وإلى درس قادم وفكرة قادمة، أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.